كاني كارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد. أسأل الله أن تكونوا بعافية. الأحبة الكرام، نخرج اليوم أيضا عن سلسلة مواضيعنا عن القلب وأمراضه، لأننا على أبواب لحظات مباركة أقل من ساعة ونحن ندخل في رحاب أعظم ليلة على الإطلاق وأفضل ليلة على الإطلاق، أفضل أيام وليالي السنة كلها ليلة القدر. نحن في عرفنا وفي عرف العقلاء الإنسان حر في بيته. أنت تتصرف في بيتك كما تريد، وليس من حق أحد أن يعترض على تصرفاتك في بيتك أو أن ينعتك بالحمق في تصرفاتك. أنت تختار في أي جدار يكون الكنب، وفي أي جدار ينبغي أن يكون المكتبة والتلفزيون، وأنت في بيتك تختار، ولك الحرية المطلقة أن تختار من أي غرفة من غرف بيتك تكون غرفة النوم، وأيهما تكون صالة للضيوف. وأنا كجارك أو كزائر لك في بيتك لا يحق لي الاعتراض على اختياراتك ولا أن أنعتك بالحمق، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، ونحن جميعا في مملكة الله عز وجل. نحن كمخلوقات التي نراها ونبصرها من إنسان وحيوان وشجر وجبل وبحر، ومخلوقات لا نبصرها كالجن والملائكة وغيرها، كلنا جميعا في مملكة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى صاحب الحرية المطلقة الذي يتصرف في ملكه كيفما يشاء. لذلك يقول ربنا عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله السماوات سبعا، واختار منها السماء السابعة فكرمها وشرفها على سائر السماوات، واختصها بالقرب منه سبحانه، فهي أقرب سماوات من عرش الله عز وجل. وخلق الله الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، لأنها ليست جنة بل جنان، واختار جنة الفردوس من بين هذه الجنان فكرمها وفضلها وشرفها على سائر الجنان، فجعل عرشه فوقها. الإمام البخاري يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وخلق الله الخلق: الإنسان، الحيوان، الملائكة، البحر، الشجر، الجبال، واصطفى من الخلق الإنسان ففضله وكرمه على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
واصطفى الله واختار من بني آدم الأنبياء وفضلهم على سائر البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وخلق الله الأرض واصطفى من الأرض أرض مكة والقدس وطور سيناء وكردستان على سائر الأرض. ففضل الله أرض مكة فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وفضل أرض القدس في فلسطين فقال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفضل وادي الطور في سيناء فقال ربنا لموسى عليه السلام: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وفضل أرض كردستان على لسان نبيه نوح عندما دعا فقال: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فأنزله الله سبحانه وتعالى على جبل جودي واستوت على الجودي. ولا يخفى على أي متعلم علما بسيطا في التاريخ والجغرافيا أن جبل جودي جبل من جبال كردستان. ومن ثم خلق الله الشهور واصطفى شهر رمضان فكرمه على سائر الشهور. وخلق الله الليالي واختار ليلة القدر فشرفها وكرمها وفضلها على سائر الليالي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ولله في العشر الأواخر ليلة لقد عظمت قدرا كما ملئت خيرا. فهي ليلة عظيمة القدر عند الله عز وجل. وإنها لخسارة كبرى أن ينقضي شهر رمضان فلا يدخلنا الفردوس الأعلى. وخسارة فادحة علينا أن ينقضي شهر الصيام ولا ننقى من ذنوبنا كما ينقى الثوب من الدنس. وإنها لمصيبة عظيمة أن يخرج شهر الصيام من بيننا ويرحل ولا تكون نفوسنا أنقى من ثلج الصباح. ليلة القدر هي ليلة القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا القرآن. وهنا قد يثار تساؤل لدى البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بالرسالة وعمره 40 سنة، ومات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، أي أن فترة الرسالة المحمدية كانت 23 سنة، والقرآن استمر نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 23 سنة. فكيف يقول لنا القرآن إنا أنزلناه في ليلة واحدة؟ كيف نزل القرآن في ليلة واحدة وهو فعليا نزل في 23 سنة؟ للإجابة على ذلك أيها السادة للعلماء فيه قولان، أو لهم طريقتان في الإجابة على هذا التساؤل. الوجه الأول أو الطريقة الأولى أن للقرآن الكريم 3 مواقع تواجد ونزولان. للقرآن الكريم 3 مواقع تواجد ونزولان. الوجود الأول عندما كان القرآن موجودا في بادئ الأمر في اللوح المحفوظ، وهو السجل العام الذي كتب الله عز وجل فيه في الأزل ما كان وما هو كائن وما سيكون. فأول وجود للقرآن كان في اللوح المحفوظ. الدليل على ذلك قول ربنا عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بعد هذا الوجود الأول كان النزول الأول. النزول الأول كان من اللوح المحفوظ، نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر. والدليل على ذلك قول المولى عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذه الليلة تسمى ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعد النزول الأول كان الوجود الثاني، والوجود الثاني للقرآن الكريم هو استقراره في بيت العزة في السماء الدنيا، وهو مكان في السماء الدنيا نزل فيه القرآن النزول الأول من اللوح المحفوظ كاملا، وحفظ فيه حتى ميعاد النزول الثاني. وهذا ما نقله الإمام القرطبي وابن كثير في تفسيريهما عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد يكون والله أعلم سبب تسميته ببيت العزة أنه يعز ويصعب على من يحاول اختراقه والعبث بمحتواه. بعد هذا الوجود الثاني كان النزول الثاني، بقي القرآن الكريم محفوظا في الصحف المرفوعة المطهرة في بيت العزة في سماء الدنيا، حتى شاء الله لقرآنه أن ينزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث وحاجات الناس على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. الوجود الثالث وهو وجود القرآن الآن بيننا على الأرض، محفوظا بعناية الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول العلماء أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر، فقول المولى عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أن أنزلنا أوله وابتدأنا نزوله في ليلة القدر. مثاله كما تقول: وصل الحجيج، مع أن هناك حجيجا سيصلون تباعا بعد أيام، بعد أسبوعين، بعد شهرين، فقولك وصل الحجيج في يوم كذا أي ابتدأ وصول الحجيج، وليس معنى ذلك أن كل الحجيج وصلوا في ذلك اليوم. فليلة القدر هي ليلة ينبغي أن يرى الله منا التوبة والاستغفار، وأن يرى منا التضرع والدعاء، لأنها ليلة القدر. ومعنى القدر لها 3 معاني. المعنى الأول بمعنى الشرف والمكانة، ليلة القدر أي ليلة التشريف والمكانة العالية. المعنى الثاني أن ليلة القدر أي ليلة التضييق، قدر الشيء أي ضيقه، ومنه قول المولى عز وجل: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. وسميت ليلة القدر بليلة التضييق لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرة نزولهم في هذه الليلة، ولأن الله ينادي على الملائكة فيقول لهم: هل تذكرون عندما أردت خلق خليفة في الأرض قلتم أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ انظروا إليهم هذه الليلة ما بين ساجد وراكع. فتنزل الملائكة إلى الأرض فلا يبقى موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح الله ويستغفر للمؤمنين. المعنى الثالث ليلة القدر أي ليلة التقدير والحكم، الليلة التي تحدد فيها المقادير ومصائر الناس. الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله:
يكتب الله من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر وحتى الحج. يقال يحج فلان ولا يحج فلان. فهي ليلة القدر ليلة يقدر الله فيها الأمور. تضرعوا الليلة بقلوب صادقة، بقلوب خاشعة، بعيون دامعة، بحالة مضطرة. ارفعوا في هذه الليلة أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يحفظكم في دينكم ودنياكم. أختم أيها السادة بمتى تكون ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، وكان حريصا عليها أن تدرك مواسم الخير، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: تحروها، أي ليلة القدر، تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية أو الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم ليخبر الصحابة بليلة القدر على وجه التحديد، كما في حديث عبادة بن الصامت الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ذات يوم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 أو 7 أو 5، أي ليلة 29 أو 27 أو 25. فهذا الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لنا ليلتين هما ليلتا 21 و23. من بين هذه الثلاثة العلماء على أنها ليلة 27. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: أكثر أهل العلم على أنها ليلة 27 لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر، أي من يقوم الليل خلال السنة كلها يكون قد أدرك ليلة القدر. فقال أبي بن كعب: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله، يقسم، والله إنه ليعلم أي ليلة هي، ولكن أراد ألا تتكلوا. يعني عبد الله ابن مسعود يعرف أنها ليلة 27، لكن أراد من الناس أن يقوموا السنة كلها لا ليلة 27. والله الذي لا إله غيره إنها ليلة 27. قلت، أي زر يقول لأبي بن كعب، قلت له: بأي شيء تقول؟ فقال: بالعلامة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تخرج في صبيحتها ولا شعاع لها، يعني تخرج باهتة. أيضا مما قاله العلماء ولا يصح أن يكون أدلة شرعية لكن يستأنس بها، أن كلمتي ليلة القدر مشكلة من 9 حروف تكررت في سورة القدر 3 مرات، فإذا ضربت 9 في 3 كانت النتيجة عندك 27. أيضا قالوا: لو استعرضنا عدد كلمات سورة القدر لرأيناها 30 كلمة،
وكلمة هي في قوله سلام هي حتى مطلع الفجر، قالوا كلمة هي تقع في المرتبة 27. عد معي أخي المسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها، أصبح عدد 20، بإذن ربهم من كل أمر سلام. الآن العدد 26. هي عندما تقف على كلمة سلام هي الكلمة 26، سلام هي حتى مطلع الفجر، فكلمة هي الكلمة 27، فلعلها إشارة يرجى أن تكون ليلة 27، ولكن كما قلت لا يثبت بها حكم شرعي، وإنما هي من باب إيجاد المناسبات، وهي كما قال ابن عطية من ملح التفسير وليس من متن العلم. أخيرا، أمنا عائشة رضوان الله تعالى عنها تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وإلى غد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.